المعرض الذي حضره سفراء الدول الأعضاء باليونسكو يعرف بالمهارات المرتبطة بالقفطان المغربي، كما أبدعتها أيادي الصناع التقليديين المغاربة عبر الزمن، من القفطان المخزني إلى القفطان الرباطي والأمازيغي والشرقي. تنوعت التصاميم لتعطي لمحة عن هذا الزي التقليدي الذي شكل عبر التاريخ جزءا مهما من التراث اللامادي المغربي. أنا ممتنة لدعوتي لحضور هذا المعرض. إنه لأمر مذهل أن ترى هذه التحف التراثية وهذا التطريز وهذه المهارات التي تم توريثها من جيل إلى جيل. لقد لاحظت تشابها بين فساتيننا التقليدية بألبانيا وبين القفطان المغربي. أعتقد أن هناك أشياء أخرى تجمع بين بلدينا تستحق أن تكتشف. أنا ممتنة لوزارة الثقافة ونحن نتطلع لتعاون أكبر بين البلدين. المعرض يهدف أيضا إلى دعم ملف ترشيح القفطان المغربي لإدراجه ضمن لائحة اليونسكو للتراث اللامادي خلال الأسابيع المقبلة. جينا نعرفوا بواحد تاريخ القفطان المغربي، يعني هو من التراث اللامادي. علاش كنتكلموا على القفطان المغربي اليوم؟ كيف ما كتعرفوا المغرب كيوجد الملف باش يحط هذا التراث يعني في اليونسكو باش يولي معترف به دوليا، بالطبع للحفاظ عليه ومن من السرقه، من الاشكاليات اللي كنعانيو منها اليوم كيف ما لاحظناها على الصعيد الدولي، وكذلك باش نزيدوا نعرفوه على الصعيد الدولي بانه هو من التراث اللامادي المغربي. كنربطوا دائما هذه القضيه ديال التراث وديال المجال الثقافي حتى بالمجال السياحي. وزارة الثقافة المغربية تشتغل منذ مدة على استراتيجية تهدف إلى التعريف بالتراث المغربي وحمايته عبر وضع آليات قانونية تمكن من تحصينه من محاولات القرصنة التي يتعرض إليها.